يا سلام يا سلام يا سلام على الريحة، يا سلام. قلت لازم اوصل لكم شايفين ما شاء الله الجمال. شايفين بتبكبك لسه. ايه رأيكم؟ استنوا بقى كمان ندوقها. نجيب طبق الرز ونعمله. ولا احسن المطاعم، احنا بنعمل اكلات احسن من المطاعم. وكمان معانا البتنجان واللي احنا مخللينه والخيار. وعايزه اقول لكم برضو بقاله يجي 10 ايام اهو، والقرمشه زي ما هي. مش موضوعنا خالص النهارده دلوقتي نشوف كده الصينيه الطاجن الجميل اللي احنا عملناه ده. يا سلام يا سلام، شايفين؟ والله احسن كمان من اللي هي تبقى كفته لوحدها. خبر ابيض. ولا نقول ايه، يجيب من بره اكلات ولا الكلام ده كله. حاجه في البيت بتبقى تمام التمام. سلام يا سلام. سلام. شايفين؟ على فكره هنزل لكم ده اول فيديو، وبعد كده بقى ايه، نشوف احنا اليوم دوت عملناه ازاي. ايه رايكم؟ يلا بقى ندوق. ولا هنسرع ولا اي حاجه خالص. شايفين البطاطس دايبه ازاي؟ يا سلام يا سلام على الريحه، يا سلام. قلت لازم اوصل لكم شايفين كده روعه 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 الجمال. يلا شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتبكبك لسه. ايه رايكم؟ استنوا بقى كمان ندوقها. نجيب طبق الرز. جميله 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 يا جماعه، حلوه جدا جدا، وحاجه كده سهله وبسيطه وسريعه. ولا احسن. ونشوف النهارده بقى احنا عملنا ايه. احنا بنعمل اكلات. اليوم بتاعنا كان عامل ازاي. ومع الف سلامه وفي رعايه الله. البتنجان الطاجن بتاعنا ده هيقعد معانا مخللينه 3 ايام. وعايزه اقول لكم برضو بقى لنا 10 ايام اهو يعني. والقرمشه زي ما هي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش بقى انا كده هسجل لكم الصوت على الطبيعه. معلش انا اسفه للازعاج بتاع المروحه والكلام ده كله. صباح الخير صباح الفل. والله انا اهو مش الصبح يعني، انا دلوقتي صاحيه كده. صليت النهارده الجمعه، فصليت يعني الظهر وكده وصاحيه يعني على الساعه 10 كده. اصل انا في تعليق لسه ما ردتش عليه وكده اهوت، فانا قلت اما ارد عليه كده فيديو كده على السريع واوريكم اليوم يعني ان انا بنام. والله بنام، بس الحر ما بيخليش الواحد ينام، وبالذات اللي ما عندوش تكييف وكده فبيخلي الواحد ما بيعرفش ينام. فبقول ان انا اقوم اشوف ورايا واعمل الحاجه اللي ورايا وكده، او زي على الطبيعه اهو لسه الدنيا. بصوا حتى بوكي واسمها ديت اللي يشوفها كده يقول واحده مستخبيالي. كانت على الحيطه اللي كانت جوه، اللي انا كنت غسلتها في الاوضه جوه، فانا شلتها. والسرير زي ما هو يعني برضو يعني مكرمش شويه. والسبحه بتاعتي والمصليه. اصل انا بصلي وانا قاعده عشان رجلي وجعاني. رجلي عندي ركبي كده فيها مشكله، فبصلي وانا قاعده وبنام عادي. والله انا زي اي بني ادمه يعني، بس بحب ان انا ما بقاش حمل على حد، ان انا اعمل حاجتي بايديا وما اخليش ورايا حاجه، واول باول كده اعمل الحاجه اهو زي ما انتم شايفين اهو. يا دوبك شلت الحافظه من على السور وحطيتها هوريها لكم دلوقتي. والله ما افصل الكاميرا يعني، انا همشي كده معاكم، همشي معاكم اهو. هو يا دوبك هنا كده جبت بس اللي هي القرص ده، ثانيه واحده بس كده. ده قلت كده عشان اما اجي اشرب النسكافيه ولا حاجه ابقى قاعده هنا كده. وجبت القرص ده. هجيب له بقى طبعا، هجيب له ستيكر واحطه. والرخامه اهي زي ما انتم شايفين تحت اهي زي ما هي اهي، حتى اتفتحت اكتر.
فلو كده هبقى اشيلها، وبقى ايه هخلي القرص ده كده ايه اشتغل عليه كده. والشباك انا ما بقفلوش عشان يهوي كده الشقه. تمام اهي اهو. ربنا يفتح لنا ابواب جنته يا رب. اهو الجو يعني هو ابتدى النهار يطر النهارده شويه كده، وزي ما بقول لكم انا عملت هنا كده وعليش بقى. والاوضه هي زي ما هي لسه، حتى ما روقتهاش ولا اي حاجه. انا بس هنزل لكم الفيديو ده على السريع كده عشان اللي بيقولوا ما بنامش، والله سبحان الله العظيم بنام، بس الحر بيخلي الواحد مش بيعرف ينام خالص. فعشان كده بقوم ان انا اشوف ورايا ايه، يعني مش مجرد ان انا مثلا. هنا طبعا انا كنت حاطه هنا الدولاب اللي انا كنت موريه لكم، شلته وحطيته جوه طبعا عشان زي ما قلت لكم كده. بس افتح ده، افتح دوت كده، واسيب الاوضه هنا مهويه اهي. الساعه بقت دلوقتي كام؟ اهي 2 وتلت. انا بس عشان 2 وتلت كده. انا جبت الساعه هنا عشان تبقى قريبه ليا، عشان اشوف الساعه كام، عشان اشوف نمت قد ايه. وهنا المطبخ اهو زي ما هو، زي ما هو. بس طلعت طبعا الاكل اللي هعمله النهارده. طلعت الكفته دي بسيبها تفك كده، والحوض اهوت زي يعني يا دوبك شلت الحاجات اللي انا كنت عملتها امبارح ماشي، بس عشان الصوت بس. هنا بقى هعمل نسكافيه وكده، وعشان افوق كده وايه واشوف هعمل النهارده ايه ماشي. في الاول خالص قبل النسكافيه وقبل الكلام ده كله، قبل ما افطر باخد برشامه الضغط. انا عندي الضغط عالي، فباخد برشامه الضغط اللي هي كونكور ده، فباخده كده علشان هو دوت. الحمد لله عندي الضغط، بس لسه ما عنديش سكر ولا حاجه يعني. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، يعني الواحد يحمد ربنا على اللي ربنا بيدوه. بس كده. فهعمل بقى النسكافيه وكده، وهنشوف النهارده هنزل معاكم اكله كده على السريع ولا هنعمل ايه. كوبايه النسكافيه انا حطيت عليه حبه لبن صغيرين، بس زودتها اكتر ميه، يعني بحب النسكافيه بلاك. بس النهارده بقى قلت كده ايه اشربه معاكم بالطريقه دي. والكيكه بتاعت بنتي الجميله عشان تعرفوا ان انا يعني مش بقالها كتير ولا حاجه، خلاص دي البواقي بتاعتها، فهي دي اللي فاضت. الكيكه الجميله بتاعتها اهي. لازم يحصل كده، معلش معلش. شايفين الجمال مع كوبايه النسكافيه كده، حاجه كده من الاخر. جميله. ده كويس ان قدرنا نخلي حته كده من ورا العيال. شايفين الجمال؟ والله هايله، تسلم ايديها. هاكل بقى كده عشان ما اطولش معاكم، وارد بقى على اسئلتكم يعني ارد على اللي بعتولي الكلام الجميل اللي بعتوهولي، هرد عليه وكده وانا قاعده وانا بشرب كده. وبعد كده بقى افصل التليفون بقى واشتغل واشوف ايه هعمله في البيت. ما تقعديش ال24 ساعه على التليفون وترجعي تقولي ايه وانا اجيب وقت منين اعمل بيه الحاجات دي كلها. لا، زي ما بقول لك كده، انا كنت الاول كده والله، كنت بفضل اتفرج على الفيديوهات وكده، واقعد كتير قوي بياخدني الوقت. لكن لما لقيت ان انا بعمل الحاجه اول باول على صوت الغساله طبعا، انا مشغله الغساله. اول ما صحيت من النوم نسيت اقول لكم، كان عندي حبه غسيل كده، رحت مشغلاها اول ما صحيت. دي اهم حاجه يعني. بس. وبعد كده بقى تشوفي انت هتعملي ايه، يومك هتمشيه ازاي. انا عارفه ان العيال بتبقى ضغوط والكلام ده كله، بس والله انت لو حتى عملتي لك نص ساعه كده على العصر كده ولا حاجه، وخدتي لك في يعني شويه فنجان قهوه ولا حاجه وقعدتي وريحتي، هتبقى جايزه مجازيه نفسك انك انت قعدتي تعملي المجهود ده كله وريحي نفسك شويه.
يجوا يصوتوا ويعملوا. انا بقول لبنتي كده، اقول لها سيبيهم يصوتوا ويعملوا، ما هم لازم يطلعوا الطاقه اللي عندهم. هم هنكتمهم. بس ايه، احنا نستمجى كده مع نفسينا. انا هفصل قبل ما الراجل بتاع البيكيا ده يجي، عشان بيبقى صوته واضح قوي في التليفون. استنوني بقى لحد ان شاء الله بنشوف هنعمل النهارده اكل ايه. هنشرب بس النسكافيه وناكل الكيك. طبعا انتوا كلكم هتفتكروا ان انا اكلت الثلاث قطع بتاعه الكيك لوحدي. لا والله، ابني جه وقسمني الحمد لله فيها. انا اكلت قطعه وهو كل بالهنا، الف هنا وشفا الحتتين اللي فاضلين. ماشي. وجاب لي العيش هو انا ما يعني يا دوبك، حتى انا ما قمتش من مكاني، هو اللي فتح الباب. آه، آه، وشربت النسكافيه. وجاب لي العيش اهوت من الفرن، وجاب لي حاجه تانية اوريها لكم. جاب لي مانجا، كنت قايله له على مانجا. ربنا يكرمه يا رب. ده حبيبي بقى، ده ابني حبيبي يعني. عايزه اقول لكم، يا ربنا يرزق كل مشتاق بولد زي ده. ربنا يا رب. لا انا المفروض هما بيقولوا لي ما تقوليش يعني، ما تتكلميش عنه وكده عشان الحسد. والله انا يعني مش قادره اقول لكم الولد دوت عندي. ربنا يكرمه، هو ده الوسطاني. وبس ربنا يسعده يا رب، ربنا يكرمه يا رب، وكده ويخلي له بناته يا رب بإذن الله. بص، جاب لي المانجا دي، وجاب لي ايه تاني. هو اللي دخل حط الحاجة في المطبخ. ماشي. هو طبعا على قده يعني. فهو حط لي كده في الحوض السمك، جايب لي سمك هنضفه واشيله. ماشي. وجايب لي فرخة. ماشي. جاب لي فرخة اهيت. جاب لي الفرخة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا برضو دي هنضفها واشيلها. وهعمل بقى النهارده ايه، اللي هي صينية الكفتة ديت. هي ابتدت تفك اهي، ابتدت تفك. هعمل صينية الكفتة ديت كده على السريع. وجنبها رز وبس على كده. جنبها يعني على بطاطس، يعني هعملها على بطاطس. تمام. وخلي دي بقى المرة تانية بإذن الله. برضو أنا بحب الفراخ هعملها بقى بطريقة تانية كده، غير يعني بتبقى يعني باخد منها الشوربة وكده، عشان ايه لو كنت هعمل جنبيها حاجة تانية. ماشي. بحب الفراخ أكتر من اللحمة. اللحمة يمكن قليل قوي. اللحمة أكلها كفتة، لكن إن أنا أكل لحمة كده لأ، ولا أنا ولا العيال. وما شاء الله جاب لي السمك اهو في البولتي ده، هنضفه برضو وهشيله، وهنعمله بعد كده مع بعضينا ان شاء الله. نكمل بقى الشهر. انا بقى مش كده ماشيه كده، هقول لكم دلوقتي. انا طلعت من المطبخ بس عشان الصوت. انا ماشيه كده ايه بنظام، يعني كل 10 ايام بجيب مثلا حاجه. مره العشر ايام الشهر فيه 30 يوم. ال30 يوم ال10 ايام، كل 10 ايام بروح جايبه مثلا الحاجات اللي هي ايه اللي هستعملها في ال10 ايام اللي جايين. يعني مثلا السمك ده هيبقى في اسبوع، الفراخ هتبقى في اسبوع، فاهميني؟ عشان تبقى ماشيه كده. ماشي. اشيلهم بقى كده، وهنزل لكم الفيديو ده بقى كده وان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. في الميه دي كده عشان لو في عصافير او حمام او اي حاجه، فانا بحط لهم الميه دي كده، بغسل العلبه دي واحط لهم فيها ميه. بخاف احط قمح ولا حاجه يجي فار ياكلها، ابقى غزيت الفار. لا، فانا بحط لهم ميه. وبعدين لو حسيت ان هما بيجوا بقى ويشربوا منها وكده، انا حاطه لهم بقالي كتير يعني، ابص الاقيها خلصت فبروح حاطه ميه تاني.
على الحله الصغنططه بتاعتي دي اللي بعمل فيها الرز. ماشي، انا هم دول شويه الرز اللي بعمله. اعمل بقى شويه الرز الصينيه تتشرب، بروح ايه قافله عليه. يعني خلاص الرز كده اتشرب، بروح طافيه عليه خالص واسيبه بقى ايه هو مع نفسه كده بيطلع فلفل وجميل جدا. وهنا خلاص خلصت هنا المواعين كده، ما عنديش مواعين ولا حاجه في المطبخ. معلش ان انا مش صوتي مش طالع من، معلش عشان بس ايه الناس هيقولوا ان انا بكلم نفسي. تمام. فهنا هو اهو بصوا خلصت هنا، وهنا زي ما انتم شايفين كده، وبقى احط الاكل كده معاكم وخلاص. الاوضه هنا متروقه اهي عادي خالص، يعني يا دوبك لميت اللي على الرده، لميت الرده اللي من على البتاع وخلاص. انا مش عارفه صوتي راح فين، انا صوتي كان قد كده معلقه مش عارفه راح فين. علوم يلا زي بعضه كده خلاص اهوت. استنوني بقى، مش عارفه اذا كان الفيديو هيبقى طويل ان انا اما احط الاكل ولا ايه بالظبط، بس انا هشوف كده.